السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان. أولا أعتذر عدم عمل الحلقات في الفترة السابقة على مدار 72 ساعة 3 أيام، نظرا لأن هناك كانت ظروف خارجة عن إرادتي، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله على كل شيء في السراء وفي الضراء. أولا أقول لحضراتكم مساء الخير، وأدعو من الله أن لا نتأخر عن عمل الحلقات من برنامج مع منسي، الذي هو شعاره كما قلنا وسنقول دائما هو مكافحة الفساد أينما كان ومع من كان، الذي هو كما قلنا وسنقول أيضا دائما أنه برنامج الدولة الوطنية، برنامج كل وطني، برنامج كل حر، برنامج كل شريف، برنامج كل رجل مخلص، برنامج كل رجل وفي لوطنه، برنامج كل رجل صادق أمين على وطنه وعلى أبناء وطنه وعلى شعب هذا الوطن وعلى مقدرات هذا الوطن. هو برنامج الأحرار في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي جميعه. هذا هو برنامج مع منسي الذي أبثه لحضراتكم عبر صفحات اليوتيوب، وإن شاء الله قريبا جدا بإذن الله أن يكون عبر القنوات الفضائية المصرية بإذن الله. طبعا أنا تكلمت كثيرا. هذا البرنامج زي ما قلنا هو مكافحة الفساد أينما كان ومع من كان. أولا يعني أنا كتير قوي بتكلم على إن الفساد الذي يقبع في مصر هو منذ 4 عقود من الزمان هذا، ولن أتوقف عن ذلك، لأن هذا هو الواقع الذي نعانيه، هذا الواقع المرير، هذا الواقع الأليم الذي نعيشه، الذي وصل إلى قمة الهرم الأعلى في الفساد. ما نحن بصدده الآن في الفساد هو وصل إلى قمة الهرم الأعلى، هو وصل إلى الذروة العليا التي أدت بنا إلى هذا الانحدار، بل إلى قاع المستنقع كما أقول دائما. ووصلنا إلى حالة أننا أصبحنا لا نمتلك حتى قوت يومنا، لا نمتلك كرامتنا، لا نمتلك آدميتنا في هذا المجتمع، لا نمتلك حتى يعني لقمة العيش البسيطة للعامل البسيط. هو أصبح الآن عليه هي من أصعب الأشياء التي يعاني منها، بل أن أصبح لا يفكر أي إنسان دلوقتي يعني في الوقت الراهن اللي احنا بنعيشه لا يفكر إلا في لقمة العيش وفي 3 وجبات، بل بالعكس هو يصبو في هذا الوقت وفي هذه المرحلة التي نعيشها الآن. هو كل من يقيم على أرض الدولة المصرية الآن، هو الغالبية العظمى 90% من الشعب هو يطمع كل يوم أن يحصل على 8 وجبتين بس. هو مش هياكل ال3 وجبات، هم وجبتين بس في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والمتردية التي وصلنا إليها. قلت ان الكلام ده كله هو وليد فساد لعقود من الزمان، ووليد ان هناك فاسدين قابعين في جميع مؤسسات الدولة، ان هناك نظام فاسد يقود هذه الدولة. هو اولا هو النظام الفاسد هو من 40 سنة وتم استكماله في هذا النظام، هو بيكمل مسيرة النظام الفاسد السابق البائد لنظام المخلوع مبارك ونظامه الفاسد. أكمل هذا النظام الحالي مسيرة هذا النظام الفاسد، بل بالعكس قد استعان بكل من كان يتعامل معهم هذا النظام من الأذرع الفاسدة اللي معاه، هو استعان بهم الآن، بل أعطاهم سلطات أكبر وأوصلهم إلى المجالس النيابية، بل أنه أوصلهم هم مش كده وبس، يعني هو أبقى عليهم أيضا في وزارة الداخلية كأنهم هم يعني حتى الناس اللي كانوا الفاسدين اللي كانوا يخضعون في وزارة الداخلية هو أبقى عليهم هذا النظام حاليا. هو أبقى على الأفراد والأشخاص في الوحدات المحلية وفي الجهاز الإداري للدولة بصفة عامة، بل أنه زاد من ذلك أيضا حتى أوصل أن تكون منظومة
منظومة الفساد هي السمة السائدة، وهي اللي نقول هي المبدأ العام السائد في مصر، حتى انقلبت المفاهيم والموازين عند الناس، وأصبح الفساد هو منهج الحياة، وأن من يتفوه بكلمة حق أو من يتكلم في أي شيء يناهض هذا الفساد ينبذ ولا ينظر إليه، بل يترك، بل قد يتهمونه باتهامات قد تصل إلى الكاذب، أنه لا يعيش، إن هو هينصحنا هيوعظنا، هو مين دون، هو بيقول إيه، خلاص بقى، لأن هم شايفين حتى الشباب طالعة إن المنهج السائد وأن المنظومة السائدة هي أساسا منهج، أصبحت منهج حياة، أصبحت هذه المنظومة هي منهج حياة سائدة. المنهج ده سائد، يعني اصبح دلوقتي المفاهيم، واصبحت المفاهيم واصبحت المبادئ والقيم والاخلاق هي تدنت الى ان وصلت الى بالنسبه للناس اللي عايشه دلوقتي وصلت للحضيض. خلاص بقى المجتمع دلوقتي كل المفاهيم فيه اتغيرت، لدرجه زي ما قلت ان الفساد اصبح منهج حياه، ومن يتكلم في غير ذلك فهو ينبذ في المجتمع. هذا ما اوصلتنا اليه هذه العصابه القابعه على انفسنا في الدولة المصرية الآن. هو ده اللي العصابة وصلتنا إليه الآن. أنا مش هطول النهاردة، لكن بكرة إن شاء الله هيبقى حلقة طويلة جدا، يعني هحاول أختصر مع حضراتكم، لأن والله يعني أنا أستأذنكم، مساء الخير عليكم جميعا طبعا كل اللي بيشاهدني. فطبعا الفساد ده زي ما قلت دايما وبقول أن في مصر هو يتربع في مكانين، هم أكبر مكانين احتكاكا بالشعب واحتكاكا بقوت الشعب واحتكاكا بالناس اللي موجودة. هم اللي مكانين هي وزارة الداخلية المصرية، ثم بعد ذلك نقول الجهاز الإداري بالدولة على رأسه طبعا الوحدات المحلية الدواوين العامة للمحافظات على جمهورية مصر العربية كلها طبعا، وأقسام ومراكز مصر من الشرطة والجهات الأمنية الموجودة في مصر. طبعا احنا لما نتكلم عن الفساد المتربع الان، اصبح الفساد سمه سائده لعند هؤلاء. هنتكلم الاول عن الفساد في الداخليه وهنضرب مثل لذلك، ثم بعد ذلك سنتكلم عن المساد برضو اللي في الوحدات المحليه او في الجهاز الاداري للدوله وهنضرب مثل، وبعد كده طبعا انا هختم معاكم الحلقه، وبكره ان شاء الله هنتكلم باستفاضه كامله عن المواضيع دي باذن الله. اول حاجه هنتكلم عن مديريه امن القليوبيه. اوجه كلامي الى السيد مدير امن القليوبيه مباشره ان محافظه القليوبيه مليئه بالمخدرات ومليئه بالسلاح. اين وظيفه وزاره الداخليه في محافظه القليوبيه؟ اين جهاز الشرطه؟ اذا كان هناك مخدرات واذا كان هناك سلاح، والبلطجيه الذين يتحكمون في الاقسام والمراكز ويتحكمون في رؤساء مباحث ويتحكمون في اداره امنيه، على يعني تعتبر هذه الاداره الامنيه زي ما قلت هي ميثاق شرف بينها وبين الشعب على ان تحترم الشعب وتاتي بحقوق الشعب وان تطبق قانون ودستور، لا ان تتعامل بالبلطجه مع المواطنين. هم يتعاملون بالبلطجه مع المواطنين، وعلى الاخص اسم مدينه الخنكه ومركز شرطه الخنكه. انا بتكلم عن الاثنين دول. مركز الخنكه ده مليء بالمخدرات، مليء بالاسلحه. انا بناشد السيد مدير الامن اللي جاي جديد وناشدك، انا كلمت مدير الامن قبل حضرتك برضه نفس الكلام، هناك البيبان مقفله، بيبان رؤساء المباحث مقفله، المخدرات تنتشر في كل مكان في مركز ومدينه الخنكه تحديدا. الباب ده مقفول وباب ده مقفول، وموقفين ناسهم على كل باب، لا يتلقون تبليغات ولا شكاوى، لكن يتلقون التليفونات من مين بقى؟ البلطجيه، اصحاب الحظوه، الحراميه بتوع البلد من الاخر، اللي موجودين مش في الخنكه ولا مركز الخنكه، اللي موجودين في مصر كلهم. خلي بالك، ما دول مش في الخنكه بس بيعملوا كده، ما في كل مكان في مصر. انا بلاش بكلم السيد وزير الداخليه، الكلام ده بيحصل، وبصفه خاصه الوقت انا بتكلم عن مديريه امن القليوبيه. طبعا لما تيجي تتكلم على الكلام ده كله، احنا اتكلمنا على رئيس مباحث مركز شرطه الخنكه قبل كده الذي يغلق بابه امام الجميع. ايضا طلع علينا اللي تكلمنا عنه باستفاضه الى السيد مدير الامن قبل كده، وقلنا له ان قافل بابه، انه يتعامل مع لما بيخش بيت اولا بدون اذون من النيابه، رقم اثنين ده بتكلم عن مباحث مركز شرطه، مباحث المركز، رئيس مباحث المركز اللي بيخش بيهجم على بيوت الناس وبياخدوا فلوس وبياخدوا ذهب، وهذا الكلام تردد كثيرا، وامن الدوله نفسها تعرف الكلام اللي بقوله ده. اعملوا تحرياتكم على اللي انا بقوله وانتوا هتعرفوه. هؤلاء لا يطبقون قانون، هؤلاء يزيدون الوضع اسوأ مما نحن فيه.
شعب مش لاقي ياكل، ناس بتعاني، ناس طالع عين اهلها، ناس طيبه، ناس بتخاف من اقل حاجه، بيتعاملوا معاهم بكل قسوه وبكل قله ادب. لا قانون ولا طبق يا سيدي القانون والدستور، وما تفتريش على الناس، ما تسرقش حاجاتهم لما تخش بيوتهم، ما تاخدش منهم فلوسهم، ما تاخدش منهم. انتوا عصابه، انتم لستم الا عصابه. هذا الكلام انا اقوله واوجهه لمدير امن القليوبيه ان ينظر الى مركز شرطه الخنكه ومعه ايضا اسم الخنكه اللي هكلمك عليها سياده مدير الامن دلوقتي، لان سأوجه كلامي الى كل الرجال الوطنيين في مؤسسات الدوله، الى كل الرقابه الاداريه، الى مباحث، الى جهاز المخابرات العامه، جهاز المخابرات الحربيه، التحريات العسكريه، مبنى رئاسه الجمهوريه. هؤلاء ايضا بهم من المواطنين. انتم تزيدون الشعب احتقانا، انتم ستجعلوا هناك ثوره في البلد بهذه الاساليب يا وزاره الداخليه، ومش بعيده عليكم الداخليه التي جعلت مصر قبل ذلك حريقه. انتم السبب في 25 يناير. لا تنسوا انكم اغلبكم اللي موجود دلوقتي، وان شاء الله هنفضل نطالب لحد ما تتطهر منكم، تتطهر من اذناب وازيال حبيبي العدلي. ان كليات الشرطه بعد كده تدرس يعني ايه تحترم مواطن، تدرس يعني ايه تطبق قانون وتطبق دستور. اما شغل السيد والعبد هو مش هينفع بعد كده في مصر. وباذن الله هذه الموازين ستنقلب راسا على عقب، وباذن الله الكل سيحاسب عن هذا الاجرام الذي يتم في حق الشعب المصري. لما يعني ايه رئيس مباحث مركز يقفل بابه وما يقابلش المواطنين؟ يعني ايه لما يخش يقبض على واحد فرع فاسد في شجره يخش يكسروا البيوت ويبهدلوها؟ ده رئيس مباحث المركز، وعمل كتير واتكلمت في حلقات كتير عنه، ولا حياه لمن تنادي، ومفيش اي حد بيتكلم. انتم لن تفوقوا الا عندما يخرج الشعب عليكم باذن الله. ايه المشكله؟ اعملوا اللي تعملوه. انتوا اساسا كده اساسا انتوا العقيده دي مش هتطلع من جواكم، عقيده السيد والعبد. انتم خادمين عند الشعب، خلي بالكم، طبقا للدستور وطبقا للقانون وطبقا لميثاق شرف. ان كنتم تعرفون الشرف معناه ايه، لان الشرف ان الناس دي امنتكم امانه، تحموا الضعيف وتجيبوا حق المظلوم، انكم ما تخشوش تكسروا بيوت الناس وتبهدلوهم. انتوا عصابه، انتم ليسوا تتعاملون بالقانون. انا اوجه هذه محافظه القليوبيه بتكلم عليها بصفه عامه، وبالذات على مركز شرطي الذي يمتلئ بالبلطجيه. البلطجيه دول مين؟ بلطجيه رجالتكم اللي عندهم الفلوس الحرام، اللي عدناني فيها كبار، اللي بيتصلوا بكم بالتليفونات. الكلام ده كله اقسم بالله سيكون هناك حلقه على قناه الحدث اليوم قريبا ضد محافظه ومدير امن القليوبيه ومدير المباحث الجنائيه. لازم صوت يوصل لوزير الداخليه باذن الله. ان لم تقفوا هذه المهزله ويتم القبض على هؤلاء البلطجيه الصيع اللي بيكلموني رؤساء المباحث بالتليفونات، ده عار على وزاره الداخليه، عار على مديريه امن القليوبيه، ان بلطجيه يتحكموا في رؤساء مباحث مدينه الخنكه ومركز الخنكه يحركوهم بالتليفونات. اضرب لكم مثل النهارده، انا ما اعرفش الواقع بالظبط. لما يعني رئيس مباحث اسم مدينه الخنكه راح ولد هنا في المدينه، اسمع بس الكلام اللي انا بقوله ده يا مدير امن القليوبيه، انا اوجه كلامي لمدير امن القليوبيه. يعني ولد تعاملت، ما هم خلي بالكم، ما الداخليه هي اللي بتخلي المشاكل تكبر بين الناس. الداخليه ما بتحلش، الداخليه بتوسع الفجوه وتخلي الناس تضرب في بعضها، وفي الاخر الضابط ينزل ايه على واحد قاعد في بيته قدام في مكان عام، مكان شعبي كله ناس، وينزل يتفرد عليه. روح اتشطر على تجار المخدرات، اتشطروا على تجار السلاح، اتشطروا على الارهابيين، اتشطروا على الناس اللي بتهدد، تشطروا على الناس اللي جوعت الشعب المصري وعمالين شايلين التموين مخبينه في المخازن. روحوا اعملوا حاجه كويسه تفيد الشعب المصري، مش روحوا تترسموا على الشعب الغلبان المسكين وتكسروا بيوتهم وتاخدوا فلوسهم. انا اوجه كلامي لمباحث امن الدوله خصيصا ان مركز الخنكه واسم الخنكه بلطجيه يتعاملون بالبلطجه وقله الادب. وخلي بالكم الكلام اللي انا بقوله ده اسالوا عليه 1000 مره، وهضرب المثل هكمله لكم دلوقتي. ولد من فتره حصلت معاه مشكله، كان قبل العيد الكبير. الولد دون انا اوجه كلامي لمدير امن القليوبيه. الولد دون طبعا القصه انا هجيبها لكم بالتفصيل بعد كده ان شاء الله، لان ان شاء الله هتكون على احد القنوات الفضائيه الحدث يوم. بوعدك كمدير امن القليوبيه انت مدير المباحث الجنائيه، عشان مركز الخنكه ده لازم ينضف، والبلطجيه اللي بيتصلوا لي بالاعداد اللي عاملين رؤساء مباحث دول مش شغالينهم. عيب عليكم وعيب في حقك يا مدير امن القليوبيه، انت مدير المباحث الجنائيه لما دول يعملوا كده، والله عيب. وعيب لما يهجموا على بيوت الناس، انتوا بتحموا الناس مش بتذلوا الناس، انتوا مش عصابه، انتوا بتتعاملوا باساليب العصابات. لان الراجل ده المفروض يطلع
يطلع للنيابه العامه ويعمل شكاوى ومحاضر ضدكم كلكم، لان هناك لا قانون، لا قانون ولا دستور. انا قلت انتم تتعاملوا بالبلطجيه، وبرجع اقول خلي بالكم، خلي بالكم، انتم مسوقين سمعه مصر، ها، واللي قاعدين في قلب المطارات، مطارات القاهره، واللي بيسرقوا فلوس الناس، ما كل ده من الداخليه، ها، اوعوا كلهم مفكرين ان انتم، لكن للاسف الشديد سياتي الحساب قريبا باذن الله، سياتي باذن الله رب العالمين، للكل، كله سيحاسب باذن الله. مش انا اللي بقول كده، ان شاء الله نحن نستنجب بجيش مصر، ونستنجب بالجيش الوطني، ونستنجب بالوطنيين الاحرار. لما اجي اتكلم انا دلوقتي كده، ها، اكمل الواقع للسيد مدير امن القليوبيه والسيد مدير المباحث الجنائيه، الناس دي جايه جديده، بس انا اعرف ان مدير امن القليوبيه اساسا هو كان في مديريه امن القليوبيه، كان شغال تقريبا حكمدار هناك. الكلام اللي سمعته عنه، واعرف ان هو راجل كويس ومعاه مدير المباحث الجنائيه. يعني ايه ضابط؟ يعني ايه رئيس وحده بحث جنائي باسم مدينه الخنكه؟ ولد عمل مشكله راح سلم نفسه، تروح بيته ليه وتكسرها يا رئيس يا رئيس وحده بحث جنائي؟ انا بتكلم على اسم مدينه الخنكه، ما بتكلمش على مركز شرطه الخنكه، ركز معايا حضرتك انت وهو. اسم مدينه الخنكه، يعني ايه يخش بيت راجل ويكسره بعد ما الراجل راح سلم نفسه؟ تسمح يا مدير امن القليوبيه تطلع ترد علينا في الكلام ده؟ انت ومباحث امن الدوله عرفتوا ان دي بلطجه؟ عرفتوا لما الناس تقف لهم في الشارع يبقى حق الناس، لان دي بلطجه، ده مش قانون. الراجل سلم نفسه وعملوا خناقه، والراجل جالك لحد عندك وجا مكتبك، تروح تبلطج. عارفين راح ليه؟ عشان البلطجيه اللي اتصلوا بيه بالتليفون بيخدمهم يشوفوا هياخدوا كام، هيتعشوا فين، وهيقبضوا كام، وعمل له اللي عايزه. ما هو البلطجيه بتتصل يا مدير امن القليوبيه باسم مدينه الخنكه بمركز شرطه الخنكه، بلطجيه والصيع، يقفلوا افراح ويفتحوا ليالي ملاح ويفتحوا افراح ويستاذنوا ان يبقى في مخدرات وماشيه بزراميط، والسلاح مالي مركز الخنكه، وقله الادب ماليه مركز الخنكه. واتكلمنا الكلام ده كله كتير. انا بضرب مثل لوزير الداخليه على فساد وزاره الداخليه، ها، بيقولوا بقى الكلام اللي انا بقوله ده كده. يطلع السيد ده رئيس، انا بحدد تحديدا رئيس وحده البحث الجنائي باسم مدينه الخنكه، اسم مدينه الخنكه مش المركز. المركز انا اتكلمت عليه قبل النهارده، اسم مدينه الخنكه. الولد ده قبل العيد حصلت مشكله، الولد ده شغال جزار، قبل العيد حصلت مشكله وعمل خناقه مع ناس جزارين، الناس الجزارين دول خدوا منه جمل مذبوح كامل، كان طالع بيوزعوا بيفرقوا، بيوزعوا الجزارين بيع وشراء، كل واحد بيديله قطعه، بيديله بيسموها هم بيسموها مثلا بيديله الفخذ، بيديله مش عارف ايه الحاجات بتاعتهم اللي بيسموها الجزارين. وفي الاخر بعد العيد بيلم فلوسه من الناس. طلع ناس ضربوا الراجل ده واتخانقوا معاه، والراجل ده المفروض يتعمل محضر ان في جمل اتاخد منه اتسرق. الكلام ده ما اتعملش. المهم اللي حصل انا ما اعرفش حاجه، انا الكلام اللي وصل لي ان دي اتعملت محضر ضرب والراجل قعد مكانه. ما علينا، مفيش مشكله، انت عملت محضر ضرب دلوقتي وما ثبتش المسروق بتاع الراجل وخلتهم يصطلحوا مع بعض، كلام جميل قوي، ومن غير ما الراجل ياخد حقه، والراجل مشي. النهارده او امبارح تقريبا او تحديدا ممكن يكون النهارده، الولد فوجئ ان الناس دي جايين له لحد عنده يتخانقوا معاه ويضربوه. انت جاي لحد بيتي بتتخانق معايا وتضربني؟ المهم الراجل دافع عن نفسه وحصلت مشكله كبيره، قام الراجل يعمل ايه بقى؟ الراجل قال لك اروح اسلم نفسي، راح الراجل مشكورا يسلم نفسه. يطلع بقى رئيس البيه هنا بتاع وحده البحث الجنائي بتاع اسم مدينه الخنكه يكسر البيت، والولد الجزار ده عنده بنتين عرايس يا مدير امن القليوبيه، انت اللي هتجيب له جهاز بناته؟ طب الفلوس والحاجات اللي اتكسرت، ها، والهارد اللي خدوه بتاع الكاميرات، وراحوا خدوا الكاميرات عشان ما تشوفش فضيحتهم، بس وقسما بالله الكلام ده لازم وزير الداخليه يعرفه، وما هكلم مدير امن القليوبيه في حاجه تاني، لان انا نشدت كتير الكلام ده كله ومحدش لا حياه لمن تنادي. انا بناشد امن الدوله، خلي بالكم اللي بيحصل ده هو بدايه الشراره، هو كده الشراره موجوده، بس ان شاء الله هي بتزيد اكتر واكتر واكتر. الراجل سلم نفسه، بتطلع عليها بتاع وحده البحث الجنائي بتاع اسم الخنكه بتروح تكسر بيته، ها، بتكسر بيته وبتاخدوا فلوس من عنده وبهدلتوا الدنيا وخسرتوا الدنيا كلها. حد يطلع مسؤول امني ولا في امن الدوله يقول لي انهي قانون بيقول كده؟ وانهي قانون قال ان الولد ده ما كانش ياخد حقه من الاول وحبستوه وعملتوا قضيه ضرب وكل ده؟ انا هركله على جنب، ده النيابه هتشوف شغلها فيه. هو يجري قلت له اطلع على النيابه اعمل محضر ضدهم بالضرب والشهود الشرعي كله شاهد.
لما يطلع يروحوا يكسروا البيت. عرفتوا بقى ان دول شويه بلطجيه، عرفتوا بقى ان مركز واسم الخنكه دول بلطجيه شغل مش هم دول، ده على مستوى القليوبيه كلها بلطجه وعصابه سلاح وعصابه مخدرات. قسما بالله ان مديريه امن القليوبيه ما بتحكم فيها الا العصابات وتجار المخدرات وتجار السلاح اللي عاملين له كبار، بيقول لك بنحكم بين الناس وهم شويه صيع وشويه شمامين. احنا كمان هنعملهم ببلطجه. طالما هي بلطجه انا بوجه كلامي الى السيد النائب العام، اوجه كلامي للنيابه العامه مشكوره يا الداخليه مركز شرطه الخنكه وهؤلاء مركز واسم عناصر فاسده في وزاره الداخليه بمخبرينهم بمباحثهم. الناس دي كلها قاعده بلطجه مخدرات وقله ادب في كل حته، واديكوا شفتوا بالاخر بيخشوا بيوت والناس بيسرقوها ويبهدلوها. امتى البلد تنضف؟ امتى حرام عليكم بوظتوا البلد ولسه بتبوظوا اكتر واكتر. اقسم بالله انتوا لا تمتوا للوطنيه المصريه بشيء، اقسم بالله. هو مين اللي كتر الفساد في البلد الا انتوا؟ شويه عصابه يا عصابه فساد، اقسم بالله عصابه فساد. انا بوجه كلامي الى جميع الاجهزه السياديه في الدوله، اوجه كلامي ان يتحرك الجيش الوطني المصري العظيم، لان الراس فاسده. انا مش هلوم على دول، هي الراس فاسده اساسا. يجب ان يتم تعديل حتى مواد الدراسه في كليه الشرطه. الناس دي مش بتطبق قانون والدستور، الناس دي لا طب خلي كده بتاع وحده بحث الجنايه بتاع مدينه الخنكه واحد ينزل لك محترم كده يقول لك فلان ضربني وعايزك تجيب لي حقي، اقسم بالله ما هتعمل له حاجه. انت وغيرك، انت وبتاع وحده البحث الجنائي بتاع مركز شرطه، والله واقسم بالله ما هتعملوا له حاجه وما هتجروا وراه. قسما بالله بتاع وحده البحث الجنائي بتاع مدينه الخنكه، انا بتكلم على مدينه الخنكه. انا مش هقول اسمك، انا مش هشيرك، مدير الامن بتاعك يبقى يعرفك. انا بتكلم على اسم الخنكه. عندك كام سنه انت لما تنزل تروح تبلطج على عيل وتكسر بيته وهو جه سلم لك نفسه؟ بتروح تكسر بيته ليه؟ عشان تاخد تلم من هناك ولا عشان اللي يكلمك بالتليفون ولا عشان البلطجيه اللي انت بتتعامل معاهم؟ ما انت التاني زي حالتك كده برضو بتاع مركز شرطه الخنكه، حبينا نروح نقابله عشان مشكله نحلها ودي اصلا احنا ما عرفناش نخش له اساسا. ما عرفناش نخش له، برضه بيخش على البيوت بيهجم. بوجه كلامي لمدير امن القليوبيه، بوجه كلامي لكل راجل محترم وطني في البلد دي. هؤلاء او هاتين البقعتين مركز شرطه الخنكه، مركز شرطه الخنكه واسم مدينه الخنكه، هؤلاء بؤر فاسده في جبين الداخليه المحترمه. انا مش هقول الداخليه الفاسده، لا الداخليه ما هو في داخليه فاسده وفي داخليه محترمه، ما في لواءات محترمه، في ضباط محترمه، في ضباط ولاد ناس ما يسمحش لنفسه ان بلطجي وصايع وشمام وتاجر مخدرات وعامل لي كبير في وسط الناس وهو كلب وواطي وزباله يخليه يكلمه ويحركه بالتليفون. واثبت لك تاني خلي راجل كويس اتسرق منه مبلغ مالي قال لك انا اتسرقت هات لي فلوسي، والله ما هتتحرك معاه. هتقول له يا استاذ، هتقول له روح اعمل لي محضر وربنا يسهل. الحاجه في غايه الغرابه عشان اثبت لك ان انت شغل بلطجه وعصبجه بتعملوه. الواد جه سلم نفسه بتروح تكسر بيته ليه؟ عايز ايه من الواد؟ الواد مش كسر، بتروح ليه بيته تكسرها؟ بتسرقوا حاجه الناس ليه؟ انتوا اساسا بلطجيه، انتوا لا قانون ولا المفروض الشعب يتعامل معاكم بالبلطجه. اقسم بالله انا بوجه كلامي لامن الدوله في القليوبيه، خلي بالكم كده مفيش قانون ولا دستور، كده بلطجه وخلاص. بقى يبقى اللي يكلمنا عاملون ببلطجه انتوا كمان، والنيابه تفصل بينا والبيت. اسالك سؤال لامن الدوله، روحوا شوفوا الكاميرات اللي هم خدوها. الراجل اللي هو بتاع وحده البحث الجنائي، انا بكلم مدير امن القليوبيه وبكلم مدير اداره البحث الجنائي بالقليوبيه، راحوا واخدين الكاميرات اللي عاملينها، خدوا الهارد تقريبا او الحاجات عشان ما حدش يشوف التصوير. اي خدمه يا امن الدوله. هم دول الرجاله اللي بيحموا البلد وبيحموا المواطنين امثالنا، بيحموا الناس المحترمه. لا والله انتوا ما بتحموا المحترمين، انتوا بتحموا البلطجيه ومش واقفين وبتيجوا على الناس المحترمه اللي ان شاء الله المحترم هيبقى قليل الادب. انتوا هتخلوا المحترم قليل الادب. مبسوط كده؟ انا بكلم السيد رئيس الجمهوريه، مبسوط كده؟ السيد رئيس الجمهوريه انت مبسوط كده؟ يعني انت 100 100 بعت البلد ودمرت الدنيا، وادي كمان الزبانيه بتاعتك شغاله في قلب البلد عماله تقطع في الناس. هي دي دوله بقى؟ ما اصبحت مش دوله. انا اناشد كل الجهات السياديه في الدوله، اناشد كل من هو رجل وطني ان يتدخل لانهاء هذه المهزله لمحاربه الفساد القابع في وزاره الداخليه. اقسم بالله لن نترك فسادكم، والله انتم قاعدين واكلين ببلاش شاربين ببلاش، اتوات شهريه. مديريه الامن دي كل شهر فلوس، الظباط كل شهر فلوس، اكل ببلاش، عربيات ببلاش. ايه يا ابني انت وهو؟ هي البلد دي بتاعتكم العزبه؟ انتوا شغالين عند الشعب هنا.
بقى، انتوا هتتحاسبوا على كل جنيه خدتوه. انتوا تجار المخدرات ماليين ايه وظيفتكم ان شاء الله؟ وظيفه مديريه الامن دي ايه؟ ومديريه امن وظيفتها ايه؟ القليوبيه انا هتكلم على محافظه كلها مليانه مخدرات، محافظه الدهقليه كلها مخدرات، ها مركز طريق اسمه برنتوش هناك في محافظه الدهقليه وزير الداخليه برضه مليان مخدرات. تسمح تقول لي ان الوظيفه الرئيسيه للداخليه هي القضاء على تجار المخدرات وتجار السلاح والبلطجيه والصيع والناس الخارجين عن القانون؟ الكلام ده كله هي المفروض تقضي عليه، ها الكلام ده ما فيش حاجه مقضيه عليه بل ازداد. يبقى هنا فين وظيفتها اللي عملتها؟ هي ما عملتش وظيفه. يبقى هؤلاء فقدوا الشرعيه بتاعتهم، قاعدين على كراسيهم البهوات قافلين في التكييفات واكل وشرب ببلاش وعربيات ببلاش وسهرات حمراء، وكل معرضين في كل مركز يسخروهم وياكلوهم ويبعتوا لهم شهريات وشغل بلطجه شغال وكمان مخدرات، ويجيبوا لهم قضايا مخدرات. تاجر الكبير يضحي له بعيلين، وكل واحد مشغل لي 5 6 تجار مخدرات عنده بيقبض منهم شهريات هو ومخبرينهم. فين هنا بقى الداخليه هنا؟ انتوا مش دايما انتوا اساسا مش وزاره امنيه، انتوا وزاره بلطجيه، شغل بلطجيه، ده شغل عصبجيه، بتبلطجوا على الشعب وعلى المحترمين وما بتحبوش الا البلطجيه والصيع. هي دي وظيفتكم، ها هي دي وظيفتكم. زي ما انا حكيت لكم الوقت كده، والله لا تحاسبوا باذن الله، والله كمان مره يقينا في الله ان مصر بها من المحترمين كله سيحاسب ويبحث في الذمه الماليه بتاعتكم. ها ايه البلطجه وايه العصبجه دي؟ قانون ايه اللي انتم بتطبقوه يا بتوع الخنكه بتاع المدينه وبتاع المركز؟ عدن ايه؟ قانون ايه؟ قانون ايه ده؟ قانون ايه اللي انتم شغالين بيه ده؟ قانون بتاعكم بيحميكم انتوا، بيحكم رجالتكم، بيحموا العصابه اللي انتم عاملينها. اما المحترم وربنا ما يجيب حقه ابدا. انا بسال سؤال للمره الاخيره، مدير الامن يطلع يجاوبنا عليه. يعني ايه ضابط عيل يسلم نفسه يطلع ضابط يكسر بيته وياخد الكاميرات معاه عشان كمان ما ياخدهاش للنيابه؟ الشهود موجوده بتاع وحده البحث الجنائي بتاع الخنكه، الشهود موجوده على اللي انت عملته. لازم تحاسب قانونا، والله يجب ان تحاسب. ووجه كلام من امن الدوله بتوع القليوبيه، يا ريت تكونوا سامعين الكلام اللي انا بقوله ده. الكلام ده مش هينفع، خلي بالكم. الكلام ده كله شغل بلطجه وشغل عصبجه وشغل قله ادب. ده مش شغل قانون ولا شغل دستور. دي زي ما قلت الحر يا دوله البلطجه، الحر يا دوله الفساد، يا دوله العصبجيه. والله العظيم لا قانون ولا دستور. الناس دي زي ما قلت بيخشوا بيوت الناس بيسرقوا فلوسهم وبيكسروا بيوتهم. زي النهارده الافندي اللي عمله، دخل كسر بيت الواد ودغدغ بيت الواد وجهاز بناته يا مدير امن القليوبيه، جهاز عروستين كسروا ودغدغوا الحاجه وراحوا واخدين الكاميرات معاهم عشان ما يشوفوا. بالله عليك انا بسال مدير امن، دول رجال يحمون الدوله ويحمون الامن والامان؟ ده دول ضد الوطن، دول هؤلاء عناصر فاسده في المجتمع. هي دي العناصر الفاسده اللي موجوده اللي يجب ان تقطع من فوق الارض. لان ما تعلموش، لان ما تربوش يعني ايه حمايه وطن وحمايه مواطن، ما تعلموش يعني ايه قانون ودستور، واخدينها بالدراع. هي دي الفتوانه. ما السيد رئيس الجمهوريه ما انتوا العصايه. لا والله هذه العصايه لا تكسر باذن الله. عصايه على مين؟ عصايه على الناس المحترمه، عصايه على العيال الغلابه. ما تعملوا كده عصايه على تجار المخدرات الكبار، على تجار السلاح الكبار، على اللي سارقين املاك الدوله، على اللي واخدين ميه مصر ونهبينها. عندك خطوط من الميه الحلوه منهوبه بتاعتنا داخله مصانع جوه. اعملوا كده على اللي سارقين الكهرباء بملايين مملينه وما بيدوهاش للدوله. ما تعملوا كده رجاله على البلطجيه والصيع اللي بيرازوا الناس في الشوارع بره، البلطجيه والصيع. اعملوا عليهم، اعملوا كده 100 على الناس المحترمه وهاتوا لهم حقوقهم، مش تشطروا لي على ناس غلابه. والله كمان مره باذن الله انا يعني ان شاء الله ساتقدم باذن الله اليومين الجايين. ارجو من الله ذلك باذن الله ان يكون مركز شرطه الخنكه محافظه القليوبيه بصفة عامة ومركز شرطة الخنكة واسم مدينة الخنكة على إن شاء الله جدول الأعمال في البرنامج في إن شاء الله قناة الحدث اليوم الجاية. يجب أن أكلم وأن أناشد وزير الداخلية، بل سأكلمه مكالمة هاتفية بالتليفون على مديرية أمن القليوبية وعلى الناس دي كلها قاعدة ما بتحميش أمن. الناس دي بتحمي نفسها وبتحمي البلطجية والصيع وبتاخد من الإتاوات الشهرية وعايشين ببلاش في بلاش، مفيش أي حاجة خالص، كله بلاش في بلاش وقافلين بيبانهم. هم عندهم عقيدة السيد والعبد. لكن السؤال برضو اللي بسأله ونفسي راجل من الامن يطلع يجاوبني عليه، يعني ايه انا اروح اسلم واحد يسلم نفسه؟ بتروح تكسر بيتي ليه؟ ايه اللي بيخليك؟ الا اذا كان هناك احد البلطجيه الصيع اللي اتصل بيك وقال لك روح عشان هروقك. ما هي كده على طول رايح تجامل بلطجي من البلطجيه، راح تكسر بيت الراجل ليه؟ بطلوا شغل بلطجه بقى يا بلطجيه، بطلوا شغل عصبجه. ده انتوا 25 يناير ما قامتش اللي عليكم يا وزاره الداخليه قسما بالله. العناصر الفاسده اللي فيك يا داخليه، انا بكلم
الداخليه المحترمه ان المفروض تطهر الداخليه الفاسده. كل راجل محترم يطهر الاشكال دي، ما تبكيش عليه، يجب ان يقال فورا، اقسم بالله يقال، ولا حتى يشتغل ولا يتقدم حتى مهنه المحاماه. مش شرف ان هو يشتغل محامي اساسا، لان نقول الاشكال الضاله اللي بتترافق من الداخليه والمرتشين والمزورين بيطلعوا للاسف يأيدوا في نقابه المحامين باذن الله. انا تقريبا الكلام ده اتلغى تقريبا، هم ما يشتغلوش في اي حاجه، لان هم اساسا خانوا ميثاق الشرف الذي اعطاهم له الشعب لحمايه الشعب المحترم. الداخليه بتحمي الشعب المحترم، الداخليه ما بتسرقش المواطنين ان كان في داخليه محترمه. اما اللي انتوا بتعملوه دي بلطجيه، دي اسمها صيع، دي اسمها وباء، زي ما عملتوا في المطار كده، مطار القاهره، خليتوا عيل ما يسواش 3 شيلين بره، بره مسافر اوروبا، يفضحكوا على الملأ. قال لك شوفوا الظباط بياخدوا فلوسي، جاي الراجل مش عارف بكم $1000 سرقتوهم منه في قلب المطار يا داخليه. صح بتجيبوا الكلام، سبحان الله سبحان الله. فضاء يعني هقول ايه على الملأ علنا. يبقى انا ما بكدبش لما بتخش الظباط بتوعكم يخشوا بيوت الناس يسرقوها. اسال كده يا مدير الامن بتاع اسم المركز بقى، واسال كده يا مدير الامن بتاع مركز الشرطه وبتاع الاسم المدينه، بيخشوا بيوت الناس يعملوا فيها ايه؟ واسال كده على، خلوهم يدوك تمام بتجار المخدرات، خلوهم يدوك تمام بمين معاه سلاح في البلد. في عندك 70 80 واحد 100 واحد هنا في مركز الخنكه عندهم تراسين اسلحه. ما تشوف كده، محافظه القليوبيه كلها مليانه تراسين اسلحه ومليانه مخدرات. قول لي بقى الكلام ده بتاع مين؟ بتاعنا احنا اللي نروح نعمله؟ ولا بتاعكم انتوا؟ والبلطجيه يا ريت بقى على كده كمان وساكتين. لا، ده البلطجي من ده بيحرك مركز كامل، مركز شرطه، اقسم بالله بالتليفون يحرك المركز كله بفلوسه الحرام اللي خدها من دم الناس واشتغل بيها وسرق بيها اراضي ودمر بيها حياه شعب. يحركهم بايه؟ بعشوات وسهرات حمراء. هم دول بتوع الداخليه يا مدير امن القليوبيه. انا بقولها لك من دلوقتي، يبقى اسال على الكلام اللي بقوله واسال امن الدوله على الكلام اللي بقوله، والاتوات الشهريه اللي بياخدوها. وانت مديريه الامن كمان، عندك ناس في مديريه امنك بياخدوا اتوات شهريه من بتوع المصانع العطرشه، مناطق الصناعيه اللي في القليوبيه كله عايش ببلاش في بلاش. وتعالوا قولوا لي يا عصابه اللي نجح في مصر، هي دي اسيس البلد؟ هي دي البلد اللي ناجحه؟ قولوا لي اللي ناجح في مصر. نفسي واحد يطلع يقول لي ناجحين في البلطجه وقله الادب. الشعب جوعتوه وطلعتوا دين الشعب، عليا النعمه طلع دوستوا على كرامه الشعب وعلى رقبته، ويمين الله لكم يوم لحسابكم ان شاء الله. الناس ما بقتش تخاف، خلي بالكم، محدش بيخاف. طلعتوا عين ابونا، طلعتوا عين الناس، بهدلتوا الناس، بتذلوا في الناس، بتكسروا بيوت الناس وبتسرقوا في شقق الناس وعاملين اللي فيها بهوات في التكييفات. انت وهو انتوا قاعدين قسما بالله، انتوا هنا قاعدين خدامين للشعب. ما العيب على الشعب الجاهل ان هو اللي وصلكم والعيب على البلطجيه والصيع اللي انتوا عملتوهم والشعب سابهم. المفروض الشعب يطلع عليكم ويطلع على البلطجيه دول، اقسم بالله. والجيش المصري لازم يتحرك. انا اناشد الجيش المصري، انتوا ذلتوا الناس وبتذلوا في الناس لحد دلوقتي، في كل مكان الفساد موجود. انا يا جماعه انا بكره ان شاء الله هتكلم على البلطجه بتاعت اسم مدينه الخنكه، وعلى بلطجه مركز شرطه الخنكه. البلطجيه اللي معايشينهم عندنا، اللي بيحابوا للبلطجيه والصيع والنصابين والحراميه اللي عاملين له كبار في قلب البلد. كم من جريمه قتل تم ارتكابها بسبب اللي عاملين له كبار وفاتحين لبيوتهم. ما بيستحوش، ده دول بيكبروا. والداخليه دي كم واحد حب يروح ياخد حقه وخلوه ماشي يعيط طول الليل وراح عمل خناقه واتعور ولا حصلت له عاهه مستديمه بسبب الضابط. وكم واحد فلوسه راحت بسبب الضابط ما عرضاش يجيبها له، والنصاب قاعد رايح جاي قدامه ما بيقبضش عليه. انتوا قطاع خاص بقى من الاخر. انا بناشد كل راجل وطني في مصر، الداخليه المفروض تبقى قطاع خاص بالفلوس. ما هي كده خلاص، انتوا ما بتتحركوش الا بالفلوس. اللي معاه فلوس بتطلعوا له، غير كده بالجزمه على دماغه ويطلع ميتين امه. تعالوا قولوا لي التحريات بتقبضوا فيها كام؟ اسم مركز شرطه الخنكه، اسم مدينه الخنكه، بيطلبت في التحريات كام؟ يا عصابه مفيش بتجيبوا التحريات من بق البلطجيه والصيع وتجار المخدرات وتجار السلاح. يا عصابه حراميه بتكسروا بيوت الناس وبتسرقوها، شغل بلطجه. تعالوا بصوا في الطرق كامله مدينه الخنكه فيها كام حته منطقه موبوءه بالمخدرات وسايبينها. بكلم بتاع واحد البحث الجنائي بتاع مدينه واصحابه. تعال بص مركز شرطه الخنكه، كم مكان في المركز الخنكه بالقرى اللي فيه مليان دواليب مخدرات شغاله وسايبينها.
قاعدين بتعملوا ايه في اماكنكم؟ انا بكلم كل راجل محترم في امن الدوله، بكلم كل راجل محترم في مديريه امن القليوبيه، والله العظيم الموضوع ده ساناقشه في اول حلقه في حدث اليوم الفضائيه، وربنا كمان مره لازم نكلم وزير الداخليه مباشره ونشوف بقى الوزير هو كمان هيعمل ايه. نشوف ده، تبقى نصيبه، تبقى نصيبه وتبقى بلوى، اقسم بالله. عشان الكلام اللي بيحصل ده اصلا دي قله ادب وتجرمه، دي سفاله، دي مش ناس ما بتحبش البلد. انتوا اصلا عصابه تقريبا، انتوا جايين تبع الموساد الاسرائيلي، انتوا مش مصريين خالص، والله ما بتمتوا الوطنيه المصريه بشيء. انتوا ما تعرفوش يعني ايه بلد، ما تعرفش يعني ايه مواطن، ما اتعلمتوهاش، انتوا ما تعرفوها. تعرفوا ان انا قاعد الباشا حاضر يا باشا، يا بتاع السرقه من البيوت، ما هي دي البشويه، وتسرقوا من المطارات ماشي، وتسيبوا تجار المخدرات وتجار السلاح والبلطجي يتحكم فيك. يا باشا عيب عليك، يا باشا عيب عليك لما تخلي عيل بلطجي وشمام وصايع وانت عارف يكلمك بالتليفون، يحركك ويحرك الاسم بتاعك والمركز بتاعك، شغل البلطجيه. اقسم بالله لازم تكون اسمائهم في مكتب، والله لن اتاخر لحظه، اسمائهم لازم تكون في جميع جميع الاماكن السياديه في الدوله، لازم تتحرك والله العظيم ثلاثه. رئاسه الجمهوريه، وزاره الداخليه، الناس دي كلها لازم تتحاسب. الناس دي كلها اجرموا في حق الشعب المصري، الناس دي كلها دمروا مصر. تعالوا قولوا لي يا عصابه ايه اللي نجح في مصر؟ خلتوا مصر بقت في الحضيض، خلتوا مصر الدوله رقم مليون، خلتوا مصر العلم وعلى علماء، خلتوا مصر دلوقتي والعياذ بالله شعبها جاع ومش لاقي ياكل، خلتوا مصر دلوقتي عملتوها كلها عملتوها زي عزبه، والناس دي استأنستوها وأنستوها وماشيين بالكرابيك تضربوهم. خليتوا مصر عبيد، دمرتوا كل حاجه حلوه في مصر، دمرتوا، خليتوا الصيع والشمامين والفاسدين والبلطجيه هم اللي قدام، ودستوا على العلم والعلماء وعلى الادباء وعلى المفكرين وعلى الناس المثقفين والمتعلمين. يا عصابه يا عصابه، يا اللي حسابكم قريب، دمرتوا مصر وخربتوا مصر كلها، اقسم بالله دمرتوها، وعلى راسكم اللي هم اللي بكلم عليهم بتوع الشرطه دول، اللي هم بتوع الداخليه، اللي هم اساسا سبب 25، وهم اساسا سبب كل نكسه. كل نكسه هم اساسها. اللي بيخش يسرقوا لي من البيوت، اللي يخش يسرقوا من البيوت. انا ماليش بمدير امن القليوبيه، الواقعه دي حصلت النهارده، كسروا بيت الواد، كسروا جهازه. اجري ابعت تحرياتك يا سيدي بمدير الامن بتاعت مديريتك، وانت يعرفوا الكلام اللي بقوله، حاسب الراجل ده، عشان الراجل ده لو ما اتحاسبش والله بكره هم هيقدموا فيش محضر. يكسر بيته، ويكسر بيته بتاع ايه؟ ليه؟ عنده ايه؟ هو بيجيب حق الناس. الراجل جه سلم لك نفسه، تروح تكسر. وابقى اسال كده على بتاع مركز بقى، بتاع المركز هنا بكلمك عليه، مفيش بيت دخلها الا لما سرق منها فلوس وده العصابه بتاع، وموقف عصابه عماله تعمل كده بايديها للناس، اللي هيخش هيموتوه. مفيش، مقفل بيبانه وما بيقابلش حد. يلا يا دي انت هو، امشي ده الباشا قاعد جوه، الباشا العزبه بتاعته وبتاعت باباه، اما انتوا شويه عبيد. يلا امشوا. هي دي الداخليه، هي دي الداخليه وهي دي الشرطه. ما تعرفش تقابله. امال لو انت كنت ده لو هنقابل وزير الداخليه والله هنقابله، اقسم بالله لو هروح اقابله لا هعرف اوصل له. عيل قاعد من دور عيالنا مش عارفين نكلمه ولا عارفين نقابله، والتاني يخش يكسر في بيوت الناس هو وده. عمالين مطلعين ميتين ابونا، مطلعين ميتين بيذلوا الناس. هي دي الشرطه. وناشد الجيش الوطني، وناشد الوطنيين الاحرار، وناشد كل رجل حر في مصر عليه ان يتدخل سريعا لانتشار مصر من هذه العصابه. اقسم بالله هذه العصابه اللي هي بتحمي كل دول. مين بقى بيحموا؟ مين؟ بتوع الحزب الوطني. كل دول اللي قامت عليهم ثوره 25 يناير، خلي بالكم، كل دول اللي قامت عليهم ثوره 25 يناير هم دول بقى العصابه اللي موجوده، اللي باذن الله لن تموت ثوره بتألمكم او 25 يناير يا داخليه. انتوا العصابه بتاعت الحزب الوطني اللي هم شغالين في مصر، مدمرينها ومضيعينها. ان شاء الله نناشد الجيش الوطني العظيم الحر ان يتدخل لانتشار مصر من هذا المستنقع، ومنكم انتوا بالذات والله. بعد ما البلد كلها اتباعت، يعني انتوا ما فيش دم، عمالين تدوسوا على الناس بدل ما تحموا الناس الغلابه، بدل ما تقفوا مع الناس المحترمه. واقفين للبلطجيه والصيع. البلطجيه دول قسما بالله اسم باذن الله لازم تتحاسبوا يا اولاد 60 في 70، والله لا تتحاسبوا حساب عسير، ونبحث كلكم في ذمتكم الماليه. جبتوا فلوسكم منين يا حراميه؟ يا اللي دمرتوا مصر ودمرتوا الشعب بالمخدرات وبالسلاح، يا اللي قلبتوا المفاهيم عند الشباب، خليتوا العيال الشباب طالعين هيشتغل. والله العظيم ما في شاب منكم لله الا لما عايز يشتغل تاجر مخدرات ويشتغل تاجر سلاح ويشتغل في الدعاره
كمان. عايزين حاجه تانية اقول لكم تاني؟ قلبتوا الدنيا وعايزين مصر. هتقولي حاجه يا عصابه حلوه في البلد، بتفتخروا ايه؟ بتخشوا تكسروا لي بيوت الناس على خيبه ايه؟ ده انتوا في مؤخره الدنيا، ده انتوا في مؤخره الشعوب، ده انتوا في مؤخره اي حاجه في العالم كله. ده احنا بقينا عار الدول كلها بسببكم وبسبب عمايلكم وبسبب اللي عملتوه في مصر. الله يخرب بيوتكم. دمرتوها وخربتوها وذلتوا الناس ودستوا على رقبه الناس، ولحد دلوقتي بتذلوا الناس. اللي عايز يشتغل باحترام وادب ويطبق قانون ودستور منكم، اللي مش عايز يروح في 60 داهيه في احسن منه هيجي. لازم كليات الشرطه تربي ناس محترمه تطلع تطبق القانون والدستور. لما تضرب البلطجي والصايع يا ضابط الداخليه احنا نحترمك، يا بتاع مديريه امن القليوبيه نحترمك كلنا ونقف معاك، لكن لما تضرب المحترم كلنا ضدك، لانك ما تضربش المحترم ولا تهين المحترم. لما واحد يجي يسلم لك نفسه ما تروحش بيته تكسرها وتهينه وتهين مراته وتهين عياله. يا بلطجي يا صايع، ما انت بلطجي وصايع اللي يعمل كده. ده مش قانون ودستور، ده عصابه بلطجه. دي عصابه بلطجه وعصابه صيع، ده مش قانونيين. عشان كده انا بكلمهم بلغتهم، لان هم لو بيطبقوا قانون انا استحي ان اقول له كلمه غلط واستحي اقول له كلمه عيب. وبما انه هو بلطجي وصايع ولا يطبق قانون ولا دستور، فانا هتعامل معاه بالبلطجه والصياعه بتاعته وهكلمه بنفس بلطجته وصياعته. لان هو خرج بره حاجه اسمها قانون وخرج بره حاجه اسمها دستور. هو نهى عن الحاجات دي خالص. هو مش شغال الا بس بيحمي نفسه وبيحمي العصابه الكبيره بتاعته وخلاص. سلام عليكم وشكرا. لا والله اوعى تكون مفكر كل حاجه ليها نهايه وكل حاجه ليها انا او اللي هيجي من بعدي كل حاجه ليها نهايه. بتاكلوا حرام في حرام. اقسم بالله ان مديريه امن القليوبيه بمراكزها كله حرام في حرام كله. ما بتتعظوش من ربنا. كم واحد فيكم بيحصل له ما بيمرضش ما بيعياش؟ اتقوا الله، خلي ربنا يعدل حال البلد. اتقوا الله، خلي ربنا ينشلنا من اللي احنا فيه. الناس مش لاقيه تاكل، الناس مذلوله. اتقوا الله، اعملوا حاجه كويسه لوجه الله تعالى. بس انتوا مش هتعملوها لان انتوا يعني سبحان الله يمدهم في طغيانهم يعمهون. خلي ربنا بيمدكم في طغيانكم. اضغوا تاني وتالت كده، اضغوا وتعالوا بعد كده بقولوا انا مش عارف ايه وكاني ايه وماني ايه. بتعالوا زي 25 يناير الله يرحم. ولا الضباط اللي اتمسكت في مطار القاهره وهي بتسرق علنا طلعت العيال بره في اوروبا فضحتنا وفضحت مصر. ما انتوش مكسوفين؟ ويمين الله انا لو بايد الامر لثلاث ارباعكم لازم يتحاسب، لازم كله. وتبدا عهد جديد برجاله جديده تحمي البلد دي وتحمي المحترمين وتدوس على رقبه البلطجي وتحاسبه، تقول له يا حرامي تعالى انت جبت منين؟ لكن انتوا ما تعملوش كده، انتوا قلبتوا الموازين كلها. فطبعا انا بلاش تساب مدير الامن القليوبيه ان يبحث في هذه الواقعه. الضابط اللي هو بتاع اسم مدينه الخنكه اللي دخل كسر بيت الراجل بعد ما الراجل سلم له نفسه. وانا طبعا اوعد سيادتك يا سيد مدير الامن ان يكون لقاء حار، وهكلمك تليفونيا ان شاء الله عن طريق اي قناه فضائيه ان شاء الله قريب. انا هكلمك يا مدير الامن القليوبيه باذن الله، مكالمه مباشره باذن الله عشان اوجه. وهتجيب الولد ده يبقى احكي لك هو بنفسه اللي حصل معاه ايه، لان انا ما ببلاش على حد، لان هذا الكلام حصل فعلا. وما كانش حصل في مخدرات ماليه البلد كلها. تعال اسالهم انتوا هاتوا لي قضايا المخدرات كام وانزل اعمل تحرياتك. البلد مليانه تجار مخدرات وتجار سلاح. والبلطجيه ده البلطجيه دول مين؟ بلطجيه والنصابين والسيد عاملين كبار في وسط الناس، بيلبسوا نضيف وبيركبوا عربيات وعندهم فلوس جمعوها من حرام جمعوها من حلال وعاملين له كبار، وهم شويه صيع وشويه وباء بيحركوا مركز شرطه اسم شرطه بيحركوهم بالتليفونات. اقسم بالله هذا الكلام حقيقه، هذا الكلام حقيقة. عار أن تكون هناك مؤسسة أمنية تحمي الوطن ولها من الشرف والكرامة أن يحركها بلطجي وصايع. عار عليكم أقسم بالله أن بلطجي وصايع يتحكم في مؤسسة أمنية، يتحكم في مدير أمن، يتحكم في ضابط رئيس وحدة بحث جنائي، يخليه يخرج يطلع يكسر بيوت الناس، ولا يخليه يروح يقفل أفراح، ولا يخليه يطلع يقبض على واحد، أو يخليه يكتب تحريات بمزاجه. عار عليكم أقسم بالله، عار على هذه المنظومة الأمنية. ان شاء الله اوعدكم كل اللي بيشاهدني دلوقتي ان يكون هذا الكلام باذن الله مباشره مع السيد وزير الداخليه تليفونيا او السيد مدير امن القليوبيه والسيد مدير اداره البحث الجنائي. اوجه اليهم كلامي ان يتخذوا اجراءاتهم القانونيه ضد مركز شرطه مدينه الخنكه واسم مدينه الخنكه المركز شرطه المدينه، وان يقوموا باجراء تحرياتهم السريه. يعملوا تحريات عن طريق امن الدوله. كلام انا ما بكذبش، كل كلامي ده مظبوط وصح. بيسالوا على اللي انا قلته ده كله ان شاء الله هتلاقوه، بل كل محافظه القليوبيه موجود فيها الكلام اللي انا بقوله.
طبعا انا الجزئيه دي بكره الواقعه دي هكلمكم فيها ان شاء الله تاني بكره ان شاء الله. وزي ما قلت كده باذن الله انا الكلام ده كله هيبقى ان شاء الله على قناه فضائيه قريبا جدا، لان الموضوع ما يستناش اكتر من كده. لازم يكون هناك تدخل باذن الله عن طريق الوزاره نفسها باذن الله لهؤلاء ان يحاسبوا، والله يحاسبوا. ولن اقبل لاي واحد يكلمني في اي حاجه، محدش يتكلم معايا في اي حاجه، سيسمع مني كلام لم يسمعه في تاريخ حياته. بيني وبينكم القانون والدستور، وبيني وبينكم وزير الداخليه، بل رئاسه الجمهوريه، بل الاجهزه السياديه اللي في الدوله نفسها كلها اللي بيني وبينكم ان شاء الله، والنيابه العامه قبل كل شيء، قبل كل شيء باذن الله. هذا الذي بيني. وكفايه بقى مسخره، كفايه قله ادب، كفايه خليتونا في حضيض المجتمع، دستوا على الشعب وذلتوه وطلعتوا عين ابوه. مش عايزين هنسب، استغفر الله العظيم، ده حاجه خلاص خنقنا. على مدار 25 سنه انا اعاني، انا عارف كل اساليبكم، وانتم مداهنين. يا سلام على المداهنه اللي انتم بتعملوها قوي، يا سلام يا سلام يا سلام على الكذب اللي اتربى في وسطكم وفيكم. يا سلام، انا في مأموريه والبيه نايم جوه ولا راح يسهر سهره حمراء. يا بتاع المأموريه انت وهو، حلوه المأموريه دي. مأموريه وهو قاعد. اصل النبي رئيس الفرع بيكلمني والبلطجي يكلمك يبقى راح يسهرك سهره هناك في كازينو ولا بار في وسط الرقصات والخمارات. يا عصابه، يا عصابه بجحه، يا عصابه دمرت البلد. والله العظيم انا اخاطب مؤسسه رئاسه الجمهوريه المحترمين اللي فيها، انتم تحاسبون جميعا. انا بخاطب الرقابه الاداريه وجهاز مكافحه الفساد، يجب ان تحاسبوا جميعا عما اجرمتموه في حق الشعب المصري وعن ما اذليتوا الشعب المصري. انا طبعا انا طولت كده النهارده، معلش انا استاذنكم. انا عايز اكمل في محافظ القليوبيه جاي بكره، اتكلم على الفساد اللي موجود في محافظه القليوبيه. انا اكلم المحافظ كلمه واحده بس، اقول له طبعا انت تتشرف في اي وقت، سمعت ان حضرتك جاي، بس هي القعده اللي هتعملها ليه؟ انت هتعمل قعده يعني هتسمع الناس هتيجي تقول لك يا سيدي محافظ القليوبيه انا لاقيين ناكل وبنروح مجلس الوحده المحليه بتاعت الخنكه ما بنعملش، ما نعرفش نقضي طلباتنا، والرشاوي شغاله والمكاتب مفتوحه. ادي اللي بقول لك. لا سيادتك بقى بدل ما تيجي تشرف في اي وقت، خش كده يا باشا داهم الاماكن دي وشوف خط سير العمل ماشي فيها ازاي. اطلع تجول يا باشا كده في المدينه ولا في مركز الخنكه، سيادتك كده وشوف الناس، شوف الناس المخالفه قد ايه. اطلع يا باشا كده، اطلع يا باشا خش الاماكن الحكوميه من غير مواعيد وخش شوفهم بيديروا العمل ازاي، شوف الرشاوي بتدفع ايه وشوف الفساد. اطلع كده يا باشا قول لنا الموازنه اللي بتيجي للقليوبيه من استقطاعات الموازنه العامه بتصرف وتروح فين على مدار 40 سنه. يا ريتك تطلع تقول لنا الموازنه والفلوس دي حاجه بسيطه جدا. كل الفلوس اللي بتيجي اصرفها على مركز الخنكه واحنا نبقى من احسن البلاد اللي في الدنيا كلها. 40 سنه يا محافظ القليوبيه موازنه مدينه الخنكه ومركزها بيتسرقوا. 40 سنه البلد دي كلها منهوبه راسا على عظم. 40 سنه لا امن ولا كله. والعصايه موجوده اللي بتكلم عليها، عصايه البلطجيه اللي بيضربوها على الشعب، والحراميه عماله تسرق وتديهم. ما هم العصايه اللي بياخدوا عليها فلوس، هم مش بيضربوا بالساهل. ما بتوع الداخليه دول العصايه، ما الحراميه بتسرق وبتدي العصايه بقى، العصايه بتاع الداخليه بتاخد بتقبض، دول بيدوا ودول بيدوا، والشعب اللي في النص 90% دايسين على رقبته بالجزمه. ادي يا محافظ القليوبيه كل اللي بقول. اما هتقعد تسمع ايه؟ هتعمل مؤتمر ليه؟ هتعمل مؤتمر الشو الاعلامي بقى. سياده محافظ القليوبيه جاي هياخد الشو الاعلامي. والله انا بقول لك الحقيقه، مشكلتي اني ما بقولش الا الحقيقه. انا راجل عملي، انا راجل دلوقتي مسكت محافظ، انا راجل انا مش هقول الكلام ده، ما بقعدش مع حد. انا عارف هعمل ايه، عارف احارب فساد ازاي، عارف اسال المحافظه الدايره اللي انا قاعد فيها كلها دي، المكان الديوان العام اللي انا فيه في المحافظه دي، لو انا حتى ماسك مدير امن، لو اي مكان قاعده، عارف ادور نفسي ازاي. مش محتاج اقعد مع الناس تترجم الواقع العملي. الناس تعرف ان في راجل محترم شغال بالعمليات بقى، العملي. لما اخش مكان الاقيه ماشي زي الساعه وباخد حقي، قانون ياخد حقي، مش قانوني بالسلامه. هو ده اللي انا اعرفه. اما طبعا انا اتكلمت طبعا على جزئيه الفساد، هتكلم على الاقتصاد المصري بكره ان شاء الله. هنتكلم على طبعا عشان طبعا ما طولش، لان انا طولت بصراحه، وانا فعلا الفتره اللي فاتت كنت تعبان. هنكمل بكره ان شاء الله، وباذن الله هيكون بدري شويه، وهيكون موضوع اكتر من كده ان شاء الله. هنتكلم في الاقتصاد، هنتكلم باذن الله عن الاحداث السياسيه اللي موجوده حاليا، هنتكلم عن الفساد بصفه عامه اللي موجود في مصر، هنتكلم عن الفساد في مؤسسه الرئاسه نفسها، هنتكلم عن الفساد في. وعايز اوجه كلام المدير امن القليوبيه، هذا البرنامج يا سيدي مدير الامن القليوبيه، انت وزير الداخليه، هو برنامج الدوله الوطنيه، هو برنامج كل رجل
وطني وحر وشريف، هو برنامج الحقيقه اللي بتوجع وبتألم. لا مش هتوجع ولا تألم. بكلم البرنامج ده بتاع ناس وطنيين في جميع انحاء مصر، كل راجل وطني في مصر، بوجه كلامي لكل مسؤول في مصر. هذا البرنامج برنامج الوطنيه المصريه، برنامج الاحرار، برنامج الشرفاء، برنامج الناس اللي بتبيع نفسها عشان خاطر بلدها، برنامج اللي بيحبوا بلدهم، برنامج اللي هيقولوا كلمه الحق عشان خاطر احنا ما بناخدش حاجه من ورا ده. انا اللي باخده كله ان بقول كلمه حق اتسال عليها قدام ربنا عشان تتعدل والبلد تتعدل، عشان ولاد اللي جايين والعيال كلها اللي موجوده دي تطلع تعيش احسن مننا، وتبقى البلد دي يقدروا يشيلوا البلد. اما بطريقتكم انتوا بتسلموا البلد لاسرائيل، انتوا بتسلموا البلد للعصابه الصهيونيه، انتوا بعتوا كل حاجه في البلد، انتوا ورئيسكم كل حاجه. ولذلك نهايه البرنامج وناشد واستغيث اولا بالله سبحانه وتعالى ان يجعل لنا من الاسباب للقضاء على هذه العصابه المتوطنه في ارض مصر، عصابه الحزب اللاوطني التي تحميها العصا البلطجيه اللي بتحميها المتجذرين في جميع مؤسسات مصر. هؤلاء الحزب اللاوطني الذي قامت عليهم ثوره 25 يناير. اناشد الجيش الوطني، القوات المسلحة الوطنية، بناشد الوطنيين الأشراف الأحرار اللي فيها أن يتحركوا سريعا، لأنه أصبح الشعر جزءا من الشعر بين الشعب وبين هذا النظام الفاسد بعصاه البلطجية اللي بيذلوا في الناس، اللي بيعذبوا الناس، اللي بيسرقوا الناس مش بيحموا الناس. شعر يا قوات يا مسلحة يا وطنية يا مصرية، شعر بين هذا النظام وبين الشعب، جزء من الشعر وليس شعر. أنا أدعو من الله ألا تنقطع، لأني لا أرجو ذلك، وإنما أرجو أن تتدخل القوات المسلحة لأن تهيمن على هذه الأمور وتسيطر عليها حتى نحاسب هذه العصابة الفاجرة المستوطنة في أرض مصر، وأن نرد مال الشعب اللي سرقوه ودمروه، ونحاسب كل البلطجية، وأن يبحث في ذمتهم المالية. أقسم بالله لن أترك هذه الكلمة، أن يبحث من مدار 40 سنة كل واحد تقلد سلطة سيكتب اسمه، سيدمم في قائمة سوداء. لازم التاريخ بإذن الله يتغير. أنتم قائمة سوداء يقول إن مصر عدى عليها 40 سنة سوداء، ناس كانوا عايشين فيها كانوا دمروها في كل حاجة، في الاجتماع والاقتصاد والسياسة، ودمروا الشعب وشقلبوا حاله وجعلوا الدولة المصرية في قاع المستنقع، في أقصى قاع المستنقع. لازم الكلام ده كله يتكتب ويدون في قائمة سوداء، وأن يبحث في ذمتكم المالية كل واحد هو مين وابن مين وأصله إيه واكتسب منين. لازم نرد مال البلد وسرقة البلد منكم يا عصابة يا لصوص يا اللي دمرتوا مصر ونهبتوها. بإذن الله طول ما أمثالنا اللي زي حالتنا يا رب إن شاء الله يكون موجود مني كتير، وأنا عارف إن في مني كتير والله، ومش عايزين حاجة إلا صالح البلد وصالح الوطن. إحنا الحمد لله رب العالمين لا نسعى إلا لرفعة الوطن وشأن هذا الوطن. نحن لا نسعى إلا أن يكون وطننا هو الأول في الدنيا كلها، وشباب وطننا الذي سيحمل الراية بعدنا يجب أن يكون شباب متعلم مثقف قوي الشخصية، قوي الثقافة، قوي البنيان ما هو جاي من الصحة بتاعته، قوي صحيا وأخلاقيا حتى يرفع هذا الوطن، حتى لا ينحدر. مش شوية ناس عصابة بلطجية قاعدين شوية صيع طول الليل سهرات حمراء ولا مؤاخذة وقلة أدب ووساخة وخمور وكباريهات ورقصات، يا زبالة يا شوية أوساخ يا اللي دمرتوا البلد وبوظتوها. كل اللي بيعمل كده، حتى الشباب كلها بقت عايزة تقلدكم، كله بقى عايز يعمل كده لما ضغطوا على مصر خالص وقضيتوا عليها وخلاص. وارجع اقول قبل ما اختم، هاتولي يا عصابه حاجه حلوه في البلد، هاتولي حاجه ناجحه عندنا. انتوا اساسا في قاع المستنقع ولا اي حاجه، انتوا معره للدول كلها، عار. حتى العيال الافاعي اللي هاربين بره اديتوهم الفرصه يشتموا عليكم ويشتموا على بلدنا منكم لله، لانكم انتوا لو محترمين ما تدوش فرصه لاي عيل من العيال التافهه اللي سافره بره هربانه يقعد يشتم على البلد. احنا بنتكلم من جوه مصر وبنعارض، مش بنعارض، لا ده انا اللي بقول الحق، ده انتوا اللي بتعارضوا الحق، ده انتوا اساسا المعارضه ضد كل حق وكل حاجه كويسه قضيتوا عليها. بنتكلم كلمه حق من هنا، لان الحمد لله رب العالمين نعلم ان هناك من المواطنين اللي احسن مني في حميتي، واحسن مني في لباقه، واحسن مني لغه، واحسن مني وطنيه، يطبعون في هذا الوطن وان كانوا مستترين، الا انهم لهم في الوقت سيظهرون فيه حتى تحاسبوا جميعا باذن الله، والدنيا كلها تتفرج عليكم. لن تحاسبوا على
سنة ولا اتنين على مدار 40 سنة. أنا أطالب بذلك أقسم، وأن تبحث جميعكم كل من تقلب مسؤولية، مدير أمن، محافظ، رئيس مدينة، أيا كان واحد في المسؤولية، يبحث كلهم في ذمتهم المالية عما اكتسبوه وعمن دمروا وأهدروا كرامة المواطن وأهدروا مال الشعب وسرقوا الشعب ودمروا حياته. كل ده نحن نستنجد ونستعين بالله، ثم نستنجد ونستعين بالقوات المسلحة الوطنية أن تقف وقفة بإذن الله 4 أيام في الأسبوع زي ما قلت. فبس هي نظرا كنت صحيا تعبت شوية، فان شاء الله يعني استاذنكم ان انا يعني انهي الحلقه مع حضراتكم. ولكن قبل ما انهي الحلقه احب اقول ان نحن نستنجد ونستعين بالله زي ما قلت قبل ما ينقطع الارسال، وثم نستعين ونستنجد بالقوات المسلحه المصريه، الجيش الوطني العظيم، ان يتدخل على وجه السرعه لانقاذ مصر من براثن هذه العصابه الفاسده الفاجره التي تهين الشعب المصري، التي تذل الشعب المصري، التي تدمر حياه الشعب المصري، بل دمرته وجعلت مصر في قاع المستنقع، ودمرت الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه وحتى الحياه الامنيه كمان. مفيش امن عندنا، لان الامن لا يكون الا لصالح البلطجيه والصيع. هؤلاء منظومه فاسده ما بيحموش الا نفسهم، ما بيحموش الراجل المحترم، ما بيجيبوش حقوق حد، ما بيجيبوش الا حقوق بعضهم بالعصابه واللي هم البلطجيه بتوعهم. فنحن نستعين بالله ثم ونستنجد بالله ثم نستنجد في الارض بالقوات المسلحه المصريه، جيش الوطني العظيم، ان ينقذ مصر وينقذ الشعب ويرد كرامه الشعب. انا استعين ان انا دايما يعني اقول ان القوات المسلحه والجيش الوطني هو جيش الشعب، والقوات المسلحه هي قوات الشعب الحر الوطني اللي هم 90% من الشعب. خلي بالكم ان تعيدوا كرامه الشعب المصري، وان تعيدوا هيبه الشعب المصري، وان تعيدوا وضع الموازين في نصابها الطبيعي، وان تجعلوا مصر باذن الله رب العالمين زي ما قلت وبقول دايما ان تكون تاج على رؤوس الجميع بإذن الله، وأن تعود مصر في المقدمة وفي الريادة وفي القيادة بإذن الله للأمة العربية والأمة الإسلامية، بل للعالم الإسلامي والعالم العربي جميعا بإذن الله. طبعا أنا بشكركم ويا رب أكون عند حسن ظنكم، وبعتذر على قطع الإرسال، وبإذن الله انتظروني بكرة في حلقة ساخنة عن الفساد، وعندي كلام إن شاء الله، وهعيد القصة تاني اللي حكيتها، ولكن إن شاء الله عندما يأتي إلي بإذن الله الأحداث الجديدة، وسيكون عندنا برضو أحداث جديدة على مستوى مصر كلها، أحداث سياسية، أحداث اقتصادية، أحداث اجتماعية. ويا رب أكون عند حسن ظنكم، وأقول لكم يا رجالة تصبحوا على كل خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.